4 نُقط يخلّوك أو يخلّوكِ تتغلّبوا على سياسة قلب الترابيزة. الأول أنا باعتذر جدًا لواحد من المتابعين الأعزاء، هو اللي طلب منّي وسألني على موضوع قلب الترابيزة وإزاي يتعامل معاه، وأنا للأسف اتأخّرت عليه شوية. إزاي نتعامل مع الشخص اللي بيقلب الترابيزة؟ أول حاجة إن إحنا ما نخلّيهوش ينجح إنه يعصّبنا. يعني مهما يتهم، مهما يقول حاجات، نخلّينا هاديين خالص كده وما نحققلوش اللي هو عايزه. تاني حاجة إن هو ما نخلّيهوش ياخدنا لموضوعات فرعية، لإنه شاطر أوي في الموضوع ده، إنه يدخّلك في موضوعات كتير فأنت تتوه وفي الآخر ما تطلع كده إيه ده، هو أنا ما كلمتوش ليه في الموضوع الأساسي. تالت حاجة ودي مهمة جدًا في أي نقاش سواء اللي بيقلب الترابيزة أو أي حد تاني، إن أنا ما اتكلمش عنه هو أو عنها هي. يعني مثلًا ما اقولوش أنت عملت كذا وعملت كذا، لأ أقول له أنا باتضايق لمّا يحصل كذا، يعني أخلّي كلامي عني أنا، عن شعوري أنا. رابع حاجة بقى إن أنا ما احاولش أجيب ليه مواقف مشابهة بقى من اللي عملها قبل كده وأقول له فاكر لمّا عملت. أنا كل ما هاجيب له موقف بالعكس أنا هاخدمه، هاخلّيه يدخل في مواضيع فرعية. فنخلّي بالنا من ال4 نُقط دي كويس أوي، هنركّز على المشكلة بمنتهى الهدوء ومش هيقدر يقلب الترابيزة تاني.